السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا دايما في احسن صحة وفي افضل حال. رمضان كريم عليكم جميعا وشهر فضيل علينا يا رب. اللهم اهله علينا بالخير واليمن والبركات، واجعل شهر رمضان على الامة الاسلامية بالخير والفرحة والسعادة والنصر يا رب. النهاردة ان شاء الله بمناسبة الشهر الكريم هبدأ معاكم سلسلة من الوصفات السهلة البسيطة الجميلة اللي هتكون كلها ان شاء الله فايدة، وتكون مغذية وحلوة وسهلة وسريعة وبسيطة ومناسبة جدا لأولادنا ولينا ولضيوفنا، وإن شاء الله تعجبكم بإذن الله على مدار الشهر. هبدأها معاكم النهاردة بالتمرية. هي حلا سهل وسريع وبسيط تنفع ضيافة. عملتها معاكم قبل كده بشكل مختلف وبطريقة مختلفة. هنعملها مع بعض السنة دي لرمضان بطريقة حلوة جدا، شكلها شيك جدا في التقديم، تنفع كضيافة. طبعا أساس في الفطار، حاجة للولاد اللي مترضاش تفطر على تمر أو تفطر على شيء صحي ومفيد. فاحنا كسنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام نفطر على التمر. فلو احنا مش حابين أو حابين نغير في يوم كده، أو عندنا ضيوف وعايزين نجدد معاهم ونعمل لهم حاجة تكون شكلها مختلف وشيك، تعالوا نقدم لهم التمر النهاردة في صورة شيك وحلوة، كحاجة في الفطار أو كحالة بعد الفطار أو كمان كضيافة أو حاجة نقدر نعزم بيها على الناس أو حابين نضيف بيها حد. التمرية بتاعتي النهاردة عاملاها بطريقة شيك جدا وجميلة وسهلة وبسيطة ومش مكلفة، ومكوناتها إن شاء الله تكون في كل بيت، وخاصة في رمضان كلنا بيبقى عندنا تمر و تين مجفف، وكمان عندي هنا كان كوباية من الفول السوداني المحمص المجروش. حابة اقولك لو مش حابة تضيفي فيها التين، انا ضفت التين كقيمة غذائية عشان الوصفة دي بصراحة يعني قنبلة غذائية، وخاصة لأولادنا لو عندنا أولاد صغيرين وبتصوم وحابين نقدم لهم أول ما يفطروا حاجة كده تكون صحية ومغذية، بديل للعصاير أو الحلويات الجاهزة أو التمر الجاهز المغطى بالشوكولاتة. دي هتكون أفضل وأحسن بديل لنا وليهم، هتمد الجسم بطاقة وقيمة غذائية عالية جدا. فلو مش حابين تضيفوا قلتين صدقوني هو طعمه مش بيبان، بس هو كقيمة غذائية حلو قوي. انا هنا كده جبت التين، نقعته نص ساعة تقريبا في مية عادية جدا من الحنفية، وقطعته بالشكل ده كده وضفته على التمر. التمر طبعا منزوع النوى ومقشراه، يعني منضفاه من النوى اللي فيه. حطيت عليه تقريبا 100 جرام من التين، يعني نص لفة تين. حطيتها على تقريبا نص كيلو من التمر. طبعا الكميات دي براحتك وده شيء انتي تتحكمي فيه. في طاسة كده على النار معلقة كبيرة من الزبدة أو السمنة البلدي المتوفر عندك، ويفضل طبعا تكون حاجة بلدي عشان احنا بنعمل وصفة صحية وطعمها حلو، فاحنا مش عايزين ندخل لها أي مكون ما يكونش صحي. على نار متوسطة كده نزلت بالتين وبالتمر بتاعي، وبدأت ان انا على نار هادية بصوا يعني ايه اسويه تسوية خفيفة كده، مجرد ان هو يبدأ بس يلين او يطرى معايا. بعد 5 دقايق تقريبا حسيت بيه بدأ يطرى معايا بالشكل ده، وانا قلبته مرة او اتنين كده في نص المدة بالشكل ده كده. وبعدين بحطه في الكبة عندي وابدأ افرمه. طبعا حسب الكمية اللي انت عاملاها هتفرمي على مرة او على مرتين. ده شكله بعد ما اتفرم كده من الكبة بقى ناعم معايا جدا والقطع معايا. وعايزه اقول لكم ان هو خلاص يعني مجرد ال5 دقايق دول على النار بيخلوه طري جدا. حتى لو في قطع ظاهرة قدامك هي طرية اصلا، يعني مش محتاجة تستوي لان التمر بتاعي طري. تمام. بقلبه بالشكل ده واشتغل فيه وهو دافي. الجو برد جدا والحاجة بتمسك وبتشد بسرعة، فاحنا عشان نشتغل فيه ويديني نتيجة حلوة وما يغلبنيش في الشغل هشتغل فيه على طول وهو سخن. وهو دافي كده نزلت عليه بالفول السوداني المحمص المجروش بالشكل ده كده، وهبدأ اعجنه. طبعا اسعار المكسرات الايام دي حدث ولا حرج، الوفات يعني، طبقة من مستوى طبقة رجال الاعمال. فاحنا اضفنا الفول السوداني كنوع انواع المكسرات الاقتصادية الجميلة وطعمه حلو جدا، وبدأنا نعجن بيه العجين بتاع التمر والتين بتاعي بحيث ان هو يتماسك معايا شوية وكمان يديني قيمة غذائية وشكل وطعم وكل حاجة. شايفين شكل العجينة بتاعتنا بقت لينة جدا، الفول تداخل بشكل حلو جدا، لونه وشكل العجينة بتاعتي بتاعت التمرية بقت حلوة قوي. ببدأ بقى اكورها كور متوسطة كده قد الزيتونة كده. ولو انتي مش قادرة تتحكمي ان الكور بتاعتك كلها تطلع مقاس واحد، ممكن تستخدمي
معلقة معيارية زي اللي معايا دي بالشكل ده كده، وتبدأي تحطي فيها الكمية بتاعتك وتجهزيها بالشكل ده عشان تضمني ان كل الكمية بتاعتك او كل التمرية بتاعتك تطلع بشكل او بحجم واحد، مش واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. ببدأ بقى اكورهم كلهم وهجهز الكمية بتاعتي. بسم الله ما شاء الله، يعني تقريبا ده نص كيلو من التمر، 100 جرام من التين، 150 جرام من السوداني. انا مش عايزة اشتغل معاكم بالجرامات، ولكن قيمة تقديرية، والوصفة دي ملهاش مقادير معينة، زي ما تحبي حطي. بعد ما شكلتهم بالشكل ده عملوا معايا اكتر من 50 حبة من التمرية بالشكل ده، شكلها شبه الفريرو روشيه، بأمانة شكلها تحفة تحفة بجد. ممكن في المرحلة دي تقفي عند كده، ممكن تغطسيها في شوكولاتة، نجيب قالب شوكولاتة ونسيحه على حمام مية، ونبدأ نحط الحبات بتاعة التمرية في قلبه ونطلعه كده. مجرد ما ينشف هيبقى معاكي شبه الفريرو روشيه. ولكن النهاردة حبيت أقدمه بشكل اقتصادي أكتر وبقيمة غذائية أعلى، وبحاجة تكون صحية كمان أكتر. أنا جبت هنا كده عندي طبق فيه سمسم محمص وطبق فيه جوز هند، وبدأت أحط الكور بتاعة التمرية بتاعتي في السمسم، وأحط شوية في السمسم وشوية في جوز الهند، وأبدأ إن أنا أغلفهم بالشكل ده. التغليف ده طبعا فوائد السمسم مع التمر خطيرة خطيرة خطيرة. يعني بصوا الدكاترة كتير جدا اتكلموا عن القيمة الغذائية للسمسم مع التمر، وقد ايه هي بترفع مناعة الجسم وبتقوي الكالسيوم بصوا مغنيسيوم وكالسيوم وحديد، وبتعالج انيميا وبتعالج مشاكل كتير جدا صحية. قد ايه حلو قوي قوي. كمان جوز الهند قد ايه هو خفيف ومناسب للدايت يعني، والوصفة دي قد ايه خفيفة ولذيذة وسهلة ومش مكلفة، وشكلها شيك جدا كمان في التقديم، وحلوة قوي كطعم كمان. جربوها والله ان شاء الله هتعجبكم جدا. بصوا في المرحلة دي كده احنا ممكن نوقف عند كده. انا عملتها كور وغلفتها بالجوز الهند وبالسمسم، وعملت فتحة كده في كل واحدة بالايد كده، فتحت فيها عملت فيها تجويف بالشكل ده كده. هتديني شكل حلو قوي. حابة ان انا اكمل اضافة، لو انتوا حابين تسيبوها كور زي ما هي اوكي، برضو ممكن تقفي عند مرحلة التغليف بجوز الهند او بالسمسم زي ما تحبي. ولو حابة تكملي وتشوفي افكار تانية للتقديم كملي معايا الفيديو. انا هنا كده جبت شوكولاتة سبريد، وايت شوكليت ودارك شوكليت. ولو مش عندك الخطوة دي زي ما قلتلك ممكن تستغني عنها خالص. وايت شوكليت ودارك شوكليت، وبدأت ان انا اضيف في قلب التجويف اللي انا عملته بايدي في التمرية بالشكل ده كده. وكمان بدأت ازينها بحبات من البندق وحبات من اللوز. لو مش متوفر عندك تقدري ان انت تستخدمي اي نوع مكسرات، او زي ما قلتلك مش محتاجين. كمان بدأت اكسر اللون هنا شوية كده بقطع صغيرة جدا من قمر الدين. طبعا اي حاجة متوفرة عندك في البيت تقدري تستخدميها، مفيش خالص تقدري تقدميها زي ما قلتلك بصوص شوكولاتة، مفيش خالص. اعمليها كده العجينة بتاعة التمرية، اعمليها كور، قلبيها كده او غلفيها في شوية من السمسم او شوية من جوز الهند، وخلاص قدميها. شكلها حلو جدا، طعمها احلى، قيمة غذائية وصحية، وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام طبقناها بشكل عصري وبشكل شيك وحلو. حاجة تفتح النفس للولاد وللكبار قبل للصغار. رمضان كريم عليكم، اشوفكم ان شاء الله في وصفات جاية كتير ومع بعض ان شاء الله في رمضان. استنوني ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم على الجميع. سلام.